السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة والأخوات وكل متابعين القناة ديالي، كنحييكم بحرارة وكنشكركم على التتبع ديالكم والتشجيع ديالكم. القصة ديالنا اليوم غادي تنسيكم في كل القصص اللي حكيت لكم، وهي واقعية 100%، لأن فيها شي أحداث صعيب باش يتقبلهم العقل. ندخلوا مباشرة في القصة. هذه القصة ديال هند الحمد لله خدامة ورجلها خدام، تزوجوا مدة ديال 3 سنين. الحمد لله الحياة ديالهم الزوجية مستقرة، كتبغي راجلها بزاف وحتى هو كيبغيها وكيخاف عليها. تزاد عندهم واحد الوليد. المشكل ديالها أن أمها توفات وما عندهاش الخواتات، كاين غير باها ساكن شوية بعيد عليها، وراجلها الفاميلة ديالو كلشي بعيدة على المدينة فين خدامين هما، يعني كانت مضطرة باش غادي تاخد الخدامة مساعدة اللي غادي تقابل ليها الولد ديالها حتى تجي هي من الخدمة. وما قدراتش تجلس من الخدمة حيت كانت عندها واحد الخدمة اللي زوينة بزاف وكتشد فيها واحد الأجر مزيان. وحتى راجلها كان مشجعها على الخدمة، تيقول لها ما عمرك تسمحي في الخدمة ديالك، كان مساندها. المهم كانت كتجيب العيالات اللي قابلوا ليها الولد ديالها، كل مرة كتلقى فيهم شي مشكل، يا إما كيسدوا ليها على الولد ديالها وكيمشيو يقضيو الأغراض ديالهم عاد كيرجعوا. واحد المرة قالها لها مول الحانوت، قال لها راه هذيك السيدة اللي جبتي راه غير نتيا كتمشي راه كتسد الباب وكتخلي الدري لداخل وكتمشي ما عرفت فين كتمشي عاد كترجع. المهم صيفطتها في حالتها، جابت اخرى عاوتاني معفونه ما كتبغيش دير الشغل، ما كتغسل الدري ما والو. ملي كتجي هي كتلقاه باقي بليكوش ديالو لاصقين عليه، كتلقاه كيغوت بالجوع. المهم ما كتعرفش تقابل الدراري. في الاخر قالت لها انا راه ما عنديش مع الدراري الصغار، ما كنعرفش نقابلهم. بقات كتقلب على شي وحده ثقه، ما لقاتش، كتلقى غير البنات الصغارات ما كتبغيش تجيبهم، كتخاف لا توقع لهم شي حاجه في الغياب ديالها. المهم وحلات. الدري كان باقي صغير شي شويه، يلا عنده تقريبا شي 8 شهور 9 شهور، باقي صغير. المهم جا عندها الوالد نتاعها واحد المره باش يطلع عليها، لقاها في داك المشكل. قال لها شوفي انا، قال لها راه ما كندير والو وباقي بصحتي شد في راسي، قال لها انا نشد لك دابا الولد ديالك، سيري نتيا الخدمه نتاعك بلا ما لقيتي شي مرة اللي تقابلوا لك ثقه. عجبها الحال، فرحات، قالت ليه صافي واخا. راجلها حتى هو عجبوه الحال وفرح، قال اللهم جدو ولا شي واحد براني، بعدا على الاقل غير بلا ما لقينا شي مرة اللي هي ثقه، حيت هي كانت موصيه ما خلاتش تكون وصات وكتسنى باش يشوفوا ليها شي مرة اللي تكون معقوله وتكون بعقلها. المهم دازت واحد المده كلشي الامور مزيانه، هي فرحانه، راجلها فرحان، الدريري بخير وعلى خير، كتخلي ليه الرضاعه ديالو، كتخلي ليه مسائل ديالو، ليكوش ديالو، وهي كتقاد ليه وتصوب ليه قبل ما تمشي للخدمه. كان عندها داك التوقيت المستمر، كتمشي في الصباح ما كتجي حتى لديك 3:30. الحمد لله كتلقى ولدها بخير وعلى خير. مؤخرا الدري ولا صفر وغير كيبكي، مريض، ما عرفها حتى شنو بيه. النهار الاول شويه، النهار الثاني طلعت ليه السخانه، ما مشاتش للخدمه، هزاتو مشات كتجري عند الطبيب ديال الدراري الصغار، دوز ليه قال لها الولد واكل شي ميكروب، عنده شي ميكروب في المصارن ديالو، هو اللي مطلع عليه هاد السخانه. عطاه التريتمون ديالو والدواء. جلسات هي واحد يومين من الخدمه قابلاتو ولا شويه، الحمد لله الوليد شويه بدا كيتحسن. صافي خلات الدواء لباها، ورات ليه شنو غادي يبقى يعطيه، قال لها صافي غير تهني. الوليد ولا شي شويه بخير وعلى خير.
دازت واحد المده ديال تقريبا واحد 10 ايام، الولد عاود تاني رجع ليه نفس الاعراض، عاود تاني كيتقيا، السخانه طالعه ليه وغير كيغوت، ما عندوش خاطر، ما بقاش كيقدر يشد الرضاعه ديالو. المهم هزاتو عاود تاني مشات كتجري عند الطبيب، قال لها راه نفس الميكروب اللي كان عنده ديك المره راه هو اللي عنده، راه عنده المصارن ديالو منفوخين والحلق ديالو حتى هو ملتهب. قال لها شنو كياكل هذا الدري؟ قالت ليه والو، قالت ليه غير الحليب العادي اللي عطيتيني هو اللي كنعطيه. قالت ليه ما كنعطيه حتى شي حاجه. قال لها الولد كياكل شي ميكروب خايب. قال لها راه دار ليه التهاب في الحلق ديالو وفمه كله طايب والمصارن ديالو طيبين. عطاها الطريتمون عاوتاني، قال لها قابلي ولدك، راه ولدك كياكل شي ميكروب. هي كتبقى كتستغرب كيفاش كياكل الميكروب، انا كنخلي ليه غير الحليب ديالو والرضاعه ديالته كنعقمها مزيان، ما يمكنش يكون فيها ميكروب. ومن نهار تزاد حنا غاديين في نفس السيستم، شنو هو اللي تبدل؟ المهم بقات كتفكر، راجلها حتى هو طاح ليه العجب، قال لها كيفاش كياكل الميكروب، منين جا هاد الميكروب هذا؟ المهم بقاو كيتعجبوا. جلسات عاوتاني سيمانه من الخدمه، بقات مقابله الولد ديالها ولا بخير وعلى خير، برا بداك الدواء، بدا كيضحك، الشهيه ديالو تحلات ولا بخير وعلى خير. المهم الخدامه مازال ما لقاتهاش، او ما نقولوش خدامه، المساعده ديال البيت اللي تقابل ليها الوليد ديالها مازال ما لقاتهاش. المهم باها قال لها هاني غادي نبقى معاكم مازال واحد شويه بلا ما لقيتي شي وحده. قال لها انا راه غير غادي نمشي للدار، راه كنبقى غير جالس، راه ما كندير والو، راك عرفتي انا عايش غير بوحدي. المهم خلات عاوتاني الوليد لباها، مشات الخدمه ديالها، ولكن هاد المره قالت غادي ندير الكاميرا. خلات باها حتى خرج مشى يقضي واحد الغرض ديالو في البنكه ديالو، وجابت واحد المعلم دغيا لصق ليها واحد الكاميرا في البيت فين كيكون الوليد، غير كاميرا صغيره كتشد، غير عندها علاقه مع البورطابل ديالها، وكتشد ديك البلاصه فين كينعس الوليد ديالها وديك البيت. المهم مشات الخدمه ديالها، نهار الاول مزيان، الثاني من بعد واحد النهار حلات الكاميرا كطل وهي تسخف. داكشي اللي شافت راه ما يطيحش لكم على البال، ولا غادي يقدر يديرو حتى ابليس اللاعين، ما غيقدرش يدير هذوك المسائل اللي شفت شي حاجه اللي ما كتدخلش العقل. شفت باها جاب العضو الذكري ديالو ودايرو في الفم نتاع ولدها. تصوروا هاد المنظر كيفاش غادي يطيح عليها بحال الصاعقه. شافت داكشي في الكاميرا، مشات كتجري، خرجت من الخدمه كتجري، مشات للدار، مشات عند باها، حلات الباب ودخلت كتجري، بقات كتضرب في باها وتغوت وتضرب فيه، شدتها واحد الحاله هيستيريا، شي حاجه اللي فوق الخيال. شدات الولد ديالها وبقات كتغسل ليه فمو، داتو كتجري عند الطبيب، قالت ليه هاش كاين راه عاد عرفت دابا هذاك الميكروب منين كيجي لولدي، ها هو. قالت ليه راه هاش لقيت. المهم الطبيب عاود عطاها الدواء وعطاها تحاليل ديرهم ليه، وعطاها شحال من حاجه، وقال لها خص نديروا ليه راديو الكرش ديالو مصارنو. قال لها هادشي راه خطير، قال لها ولا بغيتي قال لها نكتب لك واحد الرابور نكتبوا لك باش، قال لها الا بغيتي تدعيه في المحكمه راه انا غادي نكتب لك ونقول لك شنو كاين. المهم هزات الولد ديالها وجايه في الطريق وكتقول واش نقول هادشي لراجلي ولا لا، واش نعلمو ولا لا، هادشي راه خطير بزاف، الا عرف هادشي راه غادي يقتلو، راه غادي يقتل با ولا يضربوه، ولا المهم غادي تطرا واحد الجريمه، غتوقع جريمه خايبه.
جات للدار ما لقاتش باها، لقاتو مشى هز الحوايج ديالو وزاد. عرف شنو دار؟ بقات كتعيط عليه ما كيجاوبهاش. المهم قررت بينها وبين راسها باش ما غاديش تقول ليه حتى شي حاجه. عيطات للطبيب وطلباتو، قالت ليه عافاك، قالت ليه راه هادشي راك عارف الموضوع راه حساس بزاف، وهذاك با ماشي اي واحد. قالت ليه با غلط ودار اكبر غلط في الحياه ديالو. قالت ليه وانا خايفه لا راجلي يمشي يدير ليه شي حاجه، يمشي يقتلو ولا يدير ليه شي حاجه، حيت هادشي راه ما كيتقبلوش العقل. قالت ليه عافاك الا جا راجلي شي مره وجيت انا وياه ما تجبدش قدامه هذا الموضوع هذا، حيت انا الصله نتاعي غادي نقطعها مع الوالد ديالي، ولكن ما غاديش نقول لراجلي حتى شي حاجه. وبقات كطلب فيه. قال لي لا انا خصني نقول ليه حيت هذا الواجب ديالي. قالت ليه عافاك، قالت لي دير راسك في بلاصتي، هذاك راه با وهو اللي كبرني وهو اللي ولدني. قالت لي واخا غلط هذا الغلط الكبير هكا انا غادي نداوي ولدي وغادي نجلس كاع من هاد الخدمه هادي، ما باقي نخليه حتى لشي واحد. ملي با اللي هو جدو دار ليه هاد الشي هذا، اشنو غادي يدير ليه البراني؟ غادي يدير ليه اكثر من هكا. قالت لي انا غادي نقابل الولد ديالي، ما عندي ما ندير بهاد الخدمه. ايوا صافي، قال لها واخا ماشي مشكل. مشات للدار بقات كتبكي 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 كتبكي. المهم داكشي تصدمات صدمه، اكبر صدمه في الحياه ديالها وقعت لها. عطات لولدها الدواء ديالو وجلسات حداه. عيطات الخدمه ديالها فين خدامه، قالت لهم راه ما بقيتش غادي نجي، راه غادي نحط الاستقاله نتاعي، ولدي مريض بزاف، راه ما غاديش نقدر نجي، غادي نجلس نقابل ولدي. تسنات راجلها حتى جا من الخدمه، قالت ليه راه الولد عاوتاني مرض، راه ديتو عند الطبيب، والوالد نتاعي راه عنده ما يقضي، راه مشى للبلاد، مشى في حالو. قال لها واه مشى بلا ما يسلم عليا، كاع ما شفتوش. وبقى كيعيط عليه باش يهضر معاه، يقول لي مشيتي بلا ما تقول لي، بلا ما نشوفك. التليفون ديالو مسدود، سد التليفون ديالو، عرف شنو دار. المهم قالتها لراجلها، قالت لي راني غادي نجلس من الخدمه وغادي نقابل ولدي. في الحقيقه هاد القصه هادي غادي تحل لكم العينين على شحال من حاجه. المراه الا كان راجلها يقدر يوفر الضروريات وشويه ديال الكماليات ويعيشوا مزيان بخير وعلى خير وعندهم الولاد، من الاحسن ما تخدمش، تقابل الولاد ديالها. حيت الا قابلات ولادها وكانوا صالحين ومربيين ومتخلقين، راه هذاك احسن ربحه عندها في الحياه ديالها، وحسن ليها من الفلوس وحسن ليها من كل شيء. الفلوس راه كيمشيو وكيجيو، ولكن الا ضاعوا لك ولادك وضاعت الاخلاق ديالهم ومرضوا وتشوف فيهم هاكاك ناعسين مراد قدامك ما عندك ما دير ليهم، راه هذيك هي الخساره الكبيره. اما الا خسرت المراه الخدمه ديالها، راه عندها خدمه اخرى كبر من هذيك، عندها الامومه، تقابل الولاد ديالها. حتى شي واحد ما غيقابل لك ولادك بحالك. والحمد لله هند قابلات الوليد ديالها، وبقات مره كتعيط لباها في التليفون حتى نهار جاوبها، وما جاوبها حتى دازت اكثر من 6 شهور عاد باش جاوبها. قال لها بنتي سمحي لي، راه غراني الشيطان، سمحي لي يا بنتي. قال لها كنطلب منك السماحه. قالت ليه انا مسامحك، ولكن هذا الشيء ما تجبدوش قدام راجلي وما تجيش عندي، ما بغيتكش تجي لعندي، حيت داكشي اللي درتي خايب بزاف وراه ما نسيتوش ليك وما غاديش نقدر نساه لك، عمرني ما نقدر نساه لك هادشي اللي درتي ليا في الولد ديالي. قالت لي ما بغيتش كاع نشوفك، حيت وقت ما شفتك غادي نتصور هذاك الشيء اللي شفت في الفيديو كيطيح ليا قدام عينيا وكيطير ليا النعاس ديالي بالليل. قالت ليه من الاحسن مره راه غادي نبقى نسول عليك في التليفون وهذا الشيء اللي كاين. قالت ليه انا مسامحك. المهم هذه هي القصه ديال هند، كيف سمعتوها صعيبه بزاف وواعره وما كتدخلش العقل، ولكن وقعات. راه الشيطان
كنتهموه دايما بشي فعايل، ولكن راه بنادم كيدير كتر من الفعايل ديال الشيطان، خصوصا الى داروهم الوالدين اللي هما كنشوفوا فيهم واحد الصورة ديال القدوة، كنحطوهم في واحد المرتبة اللي هي كبيرة بزاف، وتشوف فيهم بحال هكا راها صعيبة ما كتقبلهاش العقل. المهم هذه هي القصة ديال هند مع الوليد ديالها، ودارت وليدات اخرين الحمد لله وقابلاتهم وبقات عايشة في الهنا، تهنات من المشاكل ديال شكون اللي يقابل ليا ولادي، شكون اللي فيه الثقة، شكون اللي غادي نأمنوا على ولادي. هادوك المشاكل كلهم حيدتهم وجلسات في الدار ديالها، والحمد لله راه عايشة بخير وعلى خير. كنتمنى هاد القصة تكون عجبتكم وتكون راقتكم واستفدتوا منها. إلى قصة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.